احنا ممكن هنا بقى دلوقتي نبدا نتكلم اكتر على البليله. يا ريت. ممكن تقولي لنا حسيتك انت البليله دي اكله من الافات السنين. انا بعشقها. انا بعشقها بجد. هي خطيره. أيوة. يعني اكله من ايام قدماء المصريين. أوكي. هم بيقدسوا القمح ده كان حاجه مهمه جدا. اوكي. وانا بقولها وقلتها كتير، احنا حتى الكشري اللي اتسجل باسمنا ده احنا حرفناه، احنا كنا بنعمله بالقمح. بالقمح. لان الرز ما دخلش مصر غير في القرن الثاني الميلادي. اوكي. لا لكن فهم بقى البليله دي بيعملوها كطبيعه الانسان المصري او الست المصريه. اوكي. اللي موجود بطبخ بيه. صح. اللي موجود فيها قمح، هحط معاه هنقعه عشان يطرى، هحط معاه لبن، هعمله طب ايه، طب في زبيب، طب فول سوداني. العيش اكتشفوه ده ايه العيش ماله العيش. لو احنا جايين بنتكلم على فكره الخميره او التخمر طبعًا. او الكلام ده طبعًا. كله، ما هي جت صدفه طبعا. يعني حد كان بيجرب وفي الاول وفي الاخر بعد ما طحنه وسابه بس نسيه. أيوة. رجع لقاه أيوة. العجينه بتنفس فقرر ان هو يخبزه. طبعا انت عارف كان ان أعظم اكتشاف في السور دو الدنيا. ده اختراعنا. ايوه مش كده بتكلم على الازله ده. ما الازله ده موجود في متحف الحضاره. اصل احنا طبعا في ديبيت لان لقينا كل حاجه عماله تتسحب مننا. فلازم بس اوضح ان يعني احنا عندنا حاجات كتير قوي بتاعتنا. ده حقيقي. وبقعد مع الناس بيتخانقوا على حاجات، بقول لهم على فكره انتوا بتتكلموا في ايه؟ اصحابي يونانيين على طلاينه على اتراك بيتخانقوا على البقلاوه. لا هاي هلو احنا هنا بنقول ايه؟ لا فالبليله بالنسبه لي لذاذتها على قد ما هي طعمها حلو جدا جدا ومفيده جدا جدا جدا، على قد ما هي سهله. بليله باللبن، نص كيلو قمح منقوع، كوبايتين لبن جهينه، نص كوبايه سكر، ميه حسب الاحتياج، جوز هند، قرفه، مكسرات وزبيب. فكل اللي احنا موجود عندنا، احنا عندنا زي ما انت قلتي كده بالظبط القمح بتاعنا. القمح بتاعنا ده بنسيبه يتنقع في ميه لمده ليه؟ لا الاسهل دلوقتي او احنا بنستسهل، احنا قبل ما نخش ننام نحطه في الميه. ايوه. نصحى تاني يوم هنلاقيه اوريدي بدا يطرى معانا. هنبدا نسلقه. فتح ازاي؟ هنبدا اصلا نسلقه شويه. لما نسلقه شويه هنبدا مثلا لمده من 30 ل 40 دقيقه او لحد ما نشوف الحبايه دي فتحت معانا. ايوه بالظبط كده. اول ما الحبايه هتفتح معانا احنا خلاص كده هنبدا بقى نحط الاضافات بتاعتنا. الاضافات اللي هي اساسي بتاعها اللبن. واللبن بالنسبه لي في البليله انا كامل الدسم. انا بالنسبه لي اللبن لازم يبقى بالنسبه لي انا يعني. لا انا معاك. انا معاك. انا شايفه وبشجعك في الموضوع لا ده. اصل هو كده اصل هي معموله احنا بس يعني بجد اي حد اي طفل صغير بجد يقدر يعمل ده. الموضوع ما فيهوش اي حاجه خالص يعني. والسكر حسب الرغبه بتاعتنا. اوكي. ده متماسك قوي. احنا ماشي عشان ما نزودش سكر قوي. ممكن برضو الناس تحط عسل ابيض، في ناس في ناس بحليها بالطريقه اللي انت حابه تحليها بيها. طبعا انت عارف ان العسل السكر ده دخل برضو المطبخ المصري قريب. لا انا ما اعرفش المعلومه دي. احنا زمان ايام القدماء المصريين كانوا عسل او دبس التمر، ده كان شغلهم. اوكي. ده كانوا بيشتغلوا بيه. أيوة. وكانوا مسميين العسل والسمنه كان يوماني. اوكي. دي معلومه بالنسبه لي جديده جدا بقى. باللغه المصريه القديمه. ايوه. العسل والسمنه. عسل والسمنه كان يوماني. ايوه. لو نحط بقى رشه فانيلا صغنطوطه. تمام. رشه فانيلا الصغيره دي نبدا نقلب بيها. اوكي. بس ونقلب. بس اي اضافات تانية في ناس بقى بتعمل ايه دلوقتي؟ في ناس دلوقتي ده الاساس بتاعنا. صح. اللي هنبني عليه ايا كان الطبق اللي نفسنا نعمله. اي حاجه. انا بعشق الكنافه المحمره معاها مثلا. بس هنا خدناها دي اتس فيري هيلثي او الموضوع صحي قوي هنا. انا بالنسبه لي لا، انا بحط كنافه مع زبده مع الكلام ده كله واحطها مع البليله، وعلى حسب بقى المكسرات او الكلام ده كله هنزين بيه في الاخر. فكره خطيره. بالظبط. فبتبقى خطيره. بتبقى كرانش ده مرعب. ففي ناس تانية بتحط ده بيزودوا ساعات بيحطوها ضمن اللايرز بقى، اختراعاتنا احنا بقى زي القنبله وزي الحاجات الجميله بتاعتنا دي. بس الشتاء هي البليله بيزودوا فاكهه، بيزودوا حاجات كتير قوي. بالظبط. انا ساعات بقى بزود لها عشان خاطر ايه البرد وكده، واروح مزوده لها زي بعمله زي الجولدن ميلك. بزود كركم. بزود لها كركم وشويه جينجر كده صغيرين، ويبقى زي ايه حاجه للمناعه. شبه شويه في مشروب في الخليج اسمه الحبه الحمراء. ايه ده؟ ما اعرفوش. في الخليج اسمه الحبه، بيبقى فيه هيل وزعفران واعتقد حبوب بليله تقريبا يعني. هيل وزعفران وحبوب بليله ولبن طبعا. بالظبط. بيبقى فيه لبن كده بيبقى لونه اصفر شويه زي الجولدن ميلك يعني اللي بنتكلم عليه. فده برضو مشروب شتوي هناك قوي عندهم، بس احنا عندنا البليله تكسب بصراحه. مش هكدب يعني. يعني بصراحه انا ما جربتوش ولكن انا متحيزه لا في اماكن في مصر هنا للبليله. بتعمله عامه. انا متحيزه للبليله.
بس بليله هتكسب لان انا بحسها مود. مش كده؟ هي مود، هي وريحه، هي ريحه في البيت. هو الشتاء حمص شام وبليله، يعني هو ده بالنسبه لنا الشتاء. استاذ حلبسه. بالظبط. من كتر ما هي دلوقتي مهمه وعنصر مهم، محلات الفول دلوقتي بقى في عادي فول وبليله، الراجل بيعدي في الشارع يقول فول وبليله. فول وبليله، صح بالزبط. صح، مظبوط. من كتر ما هي حاجه مهمه. تيجي نرجع على الدقهليه تاني؟ يلا بينا. نديك معلومه. اديني معلومات بتاع الدقهليه. العيد القومي بتاعها اولا هي العاصمه المنصوره. اوكي. العاصمه المنصوره يا عمرو، مش المحافظه، عشان انا ده كان زمان والله. تمام. هي ليه هي اصلا المنصوره دي كان اسمها زمان جزيره الورد. اوكي. ده في نادي هناك كده صح؟ لسه موجود. في نادي هناك اسمه جزيره الورد بالظبط كده. ولسه في حاجه اسمها جزيره الورد. اوكي. اللي جواها بقى صخره اسمها صخره الملتقى. اوكي. الصخره دي اللي ابراهيم ناجي كتب عليها روايه الاطلال، بين الاطلال، عارفها؟ صخره الملتقى، ماشي. كتب عليها بقى روايه، قصيده بين الاطلال. قصيده صح، ايوه بين الاطلال، كتبها بقى على الصخره دي. ماشي. وغنتها طبعا ام كلثوم. ايوه. نرجع بقى تاني، العيد القومي بتاعها في امتى؟ 8 فبراير. يحتفلوا بايه؟ يحتفلوا لما انتصروا على الفرنساويين. عيد ميلادها قرب. عيد ميلاد المنصوره قرب. ده اهليه. عيد ميلاد المحافظه قرب. ده العيد القومي بتاعها قرب. خطير، عيد ميلادها قرب. ايوه عيد ميلادها قرب المفروض يعني 8/2 صح؟ ماشي اوكي. كل سنه وهي طيبه عامه. كل سنه وهي طيبه. ماشي اوكي. العيد القومي بتاعها قرب. 8/2. 8/2. بنحتفل بالعيد القومي لما هم انتصروا على الفرنساويين. ماشي. وأسروا الملك لويس التاسع. اوكي. وخدوه ودوه بقى، اتأثر في دمياط، وبعدين خدوه عندهم ودوه دار لقمان اللي هو القاضي. اوكي. وده بقى متحف دلوقتي. ماشي. اوكي. وكمان المنصورة شهدت معركة المنصورة الجوية. معركة المنصورة الجوية. دي ماشي. بقى 73. اوكي ماشي. انا كنت محظوظة ان انا كنت قاعدة مع اصدقاء والدي، يعني كانوا اكبر منه، كان واحد منهم كان يشارك في المعركة دي. اوكي. فحكى لي، واحب ان انا احكيها للناس يعني. اولا هو 14 اكتوبر، وده بقى عيد القوات الجوية، 14 اكتوبر 73. اوكي. المعركة دي اطول معركة جوية في التاريخ، دي بتدرس في كل الكليات الجوية. اوكي. كانت 54 دقيقة. انت متخيل سنة 73 كام؟ 54 دقيقة. 54 دقيقة ده كتير. دامت. اوكي. عايز حاجة؟ انا محتاج بولات عشان نبدأ بقى خلاص معقولة؟ مستوية؟ خلاص على الهادي خالص يعني. لا لسه شوية. على الهادي خالص. قد ايه؟ لسه فاضل لها قد ايه؟ اي ثينك. بص لا اصل اقول لك انا ليه بقول لك ده، عشان هو اوريدي احنا جايبين الحاجة منقوعة، كانت اوريدي مستوي. اوكي. القمح كان مستوي. اوكي. فاهماني؟ مش تمسك شوية؟ بس لا مش تمسك. طيب